مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض النوتيلا بطريقة سهلة وبسيطة جدا واقتصادية خالص، وكمان طعمها غني جدا وموفرة وفعلا خطيرة جدا، وشكلها جميل جدا وفيها مطة خفيفة كده، وطعمها لذيذ جدا وكمان بسيطة خالص. شوفوا قوامها حلو جدا معايا، قوام متماسك وفي مطة خفيفة وكده، طعمها خطير جدا. ويلا بينا على طول نبدأ في الطريقة. معايا يعني هي مقاديرها بسيطة خالص: كوباية من السكر ونص كوباية من الكاكاو الخام. يفضل يعني ان احنا نستخدم الكاكاو الخام اللي هو الفاتح شوية مش الغامق، بس انا ما كانش عندي الكاكاو الفاتح فاستخدمت الغامق، بس يفضل الفاتح، هيديكي نتيجة افضل كمان من كده بكتير. ومعايا باكو نسكافيه بطعم البندق عشان نخلي كده الشوكولاته النوتيلا بتاعتنا طعمها بطعم البندق. ومعايا كوباية من الحليب، وباخدهم كده في الخلاط. كل الحاجات دي انا بحطها في الخلاط وهضربهم كده لحد ما السكر يدوب معايا خالص. وبعدين بقى معايا نص كوباية من الزيت هنزل بيها تدريجيا علشان القوام يتقل معايا، بس انا بدوب السكر في الاول عشان السكر يدوب خالص. بحط كده معلقة كبيرة من القشطة، واضربها معانا، وبنزل بالزيت واحدة واحدة بالشكل ده لحد ما القوام يتقل معايا. اظن مفيش اسهل من كده، وسهله وسريعه في الخلاط، هتعمليها بسرعه جدا. بفضل اضرب فيه لحد ما القوام يتقل معايا. ومعايا بقى بعد كده ما القوام تقل معايا بحط كمان مكعبين شوكولاته مسيحاهم على بخار الميه، وبحطهم عشان يديني قوام اتقل كمان. بحط مكعبين من الشوكولاته الخام برضو بسيحهم على البخار، وبعدين بحطهم في الخلاط بالشكل ده. شوفوا قوامها، القوام بتاعي مناسب جدا وكويس جدا. شوفوا قوامها تقيل خالص. طبعا دي الكمية اللي انا عملتها، انا حبيت ان انا عامله الكميه دي لان عندي كيكه بالشوكولاته، فهزينها منها كمان بالمره، يعني قبل ما انا احطها في التلاجة فهحطها وهي لسه يعني سايحه شويه، هحطها على الكيكه عندي. وباقي الكميه هنستخدمها نوتيلا عاديه خالص، هتحطيها في التلاجة قوامها هيتقل معاكي وهيبقى خطير جدا. فانا هاخد جزء منها احط على الكيكه. وطبعا انا هنزل لكم فيديو الكيكه بالشوكولاته ده، هنزله لكم ان شاء الله الفيديو الجاي. بحط جزء كده، وباقي باقي النوتيلا هحطها في التلاجة. هوريكم قوامها هيتماسك ازاي بعد ما يتحط في التلاجة. ما تقلقيش ان انت تحسيها هي سايحه شويه، لان الحاجات من الضربه في الخلاط كانت سخنه، وكمان احنا حطينا الشوكولاته كانت متسيحه على البخار سخنه، فبتديها قوام سايح شويه. فاول ما بتحطيه في التلاجة هتلاقي القوام تقيل وجميل جدا معاكي. فانا اهوت اخدتها، هاخدها دي احطها بقى في التلاجة. ده القوام بتاعها، تاخديه تحطيه في التلاجة هتلاقي القوام بتاعه تقل اكتر من كده كمان. شوف المطة فيها جميلة جدا وهي قوامها تقيل برضو كده. فبعدين بقى بعد ما حطيتها في التلاجة هوريكم قوامها حلو جدا ازاي. ايه رأيكم بقى؟ دي نوتيلا ولا لأ؟ طعمها خطير جدا بطعم البندق، وتقيلة ومطاطة، فيها مطة خفيفة يعني، وطعمها فعلا جميل جدا. وصفة اقتصادية ما كلفتناش حاجة بدل ما نشتريها غالية من بره، فسهل جدا ان انت تعمليها في البيت فما كلفتكيش حاجة. اتمنى بقى تحطوا لي لايك للفيديو وشير للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزل له كل فيديوهاتي الجديده. وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف تحت الفيديو. فعلا خطيره جدا، هتنفع معاكي لسندوتشات المدارس، سهله وبسيطه، ومكوناتها موجوده عندك في